ناس عزمتني او طلبت مني ان انا ادي محاضره في جامعه في القاهره. الكلام ده من 10 سنين. الموقف ده غريب جدا غريب جدا يعني. جهزت المحاضره وبعت لهم المحاضره مكتوبه وتوافق عليها وتوكلت على الله، سافرت ورحت الجامعه. يا دوب لسه طالع على الستيج، لا ده مش انت محمد اللي مطلوب، في واحد تاني، وحصل تشابه اسماء. طب اعمل ايه؟ كان قدامي حل من الاتنين، يا اما انسحب يا اما اكمل. آه، قعدت افكر لمده 3 دقايق، عملت نفسي ان انا متجاهل الموضوع دوت ولا ما خدتش بالي من اللي هو بيقوله لي ده، وتوكلت على الله طلعت المحاضره. المحاضره يا دوب بعد 3 دقايق الناس طبعا استغربت وجودي. يا دوب 3 دقايق الناس حبت جدا آه، طريقتي وادائي، والناس بدات تنبسط من المحاضره ويحصل تفاعل. انبسطت، كملت المحاضره. وقتها عرفت ان حتى لو فرص بتجيلك مش بتاعتك، ما يمنعش ان انت تستغلها. اصلا لو كنت انسحبت كنت هستفاد ايه؟ فدي تجربة انا بحب اشاركها معاكم يعني. وان شاء الله نحكي في المرات الجاية تجارب جديدة لو انتوا حابين. لو في اي سؤال حابين تسألوني اسألوني وهعمل فيديو رد عليكم.